أنا صلاح الدين العواودي من مدينة الخليل، وأنا أسير في السجون الإسرائيلية لمدة 19 عاما، وحررت في صفقة وفاء الأحرار مقابل الأسير جلعاد شليت عام 2011، وأعيش الآن في تركيا، وأعمل في مركز رؤية للتنمية السياسية كباحث ومختص في الشؤون الإسرائيلية. أتحدث عن الأسرى كتجربة وتجربة شخصية، وعن الكيان الصهيوني وتعامله مع الأسرى كباحث وخبير في الشؤون الإسرائيلية. الأسرى الفلسطينيون منذ الاحتلال وهم يشكلون ما سمي بالحركة الأسيرة. المقصود بعد الاحتلال عام 1967 تشكلت هذه الحركة من قادة الأسرى الفلسطينيين الموجودين في السجون، وهم قادة وعناصر المقاومة الفلسطينية. ومنذ بدأت حياة الأسر كان هؤلاء الأسرى منزوع منهم كل حقوقهم الإنسانية، حتى الاسم الشخصي. كان عندما يدخل الأسير إلى المعتقل ينزع منه كل حقوقه حتى اسمه الشخصي، ويطلق عليه رقم كما كانت تفعل النازية مع معسكرات الاعتقال. ولكن الأسرى قرروا منذ اللحظة الأولى أن يواجهوا هذه السياسة، وأن يحققوا حقوقهم في أسمائهم وفي التعلم والثقافة والحفاظ على شخصيتهم الوطنية الفلسطينية، وأن يلعبوا دورهم في المقاومة والتصدي لإجراءات الاحتلال ومصلحة السجون كما كانوا خارج السجون. وبالتالي منذ اللحظة الأولى بدأ الأسرى صراعهم مع إدارة السجون. هذا الصراع كما صراع الشعب الفلسطيني مع الاحتلال، وهو امتداد له خارج للصراع خارج السجن. استخدم فيه الأسرى كل إمكانياتهم لمواجهة الغطرسة مصلحة السجون والاحتلال. استخدموا وسائل إيجابية ووسائل سلبية. الوسائل الإيجابية في منظور الأسرى هي الرد على القمع العنيف بالعنف، بحيث اتفق الأسرى على أنهم لا يسكتوا ولا يستسلموا للضرب، فكانت إدارة السجون وقوات الاحتلال تضربهم صباح مساء، فقرروا أن يواجهوا الضرب بالضرب. فكان إذا اعتدى السجان، وما زال حتى هذه اللحظة، إذا اعتدى سجان بالضرب على سجين يرد الأسرى بضرب سجان في المقابل. وبالتالي كانت المعادلات الأولى التي فرضها الأسرى على السجانين هو أن لا يتم ضربهم، حرصا على، واستسلمت إدارة السجن لهذه المعادلة حرصا على أمن وسلامة سجانيها. ثم رفض الأسرى التعامل معهم كأشياء وكجمادات من خلال أرقام، ورفضوا الاستجابة لإدارة السجون بندائهم بأرقام، وأصروا على أن ينادوا بأسمائهم. ثم بدأوا بتحقيق مطالبهم تدريجيا، بحقهم في التعليم، حقهم باحتفاظ بالأوراق والأقلام. وطبعا كانت ترفض إدارة السجون إعطائهم هذه الحقوق، واضطروا إلى أن يستغلوا أي شيء لتحقيق هذا الحق من خلال تهريب الأوراق، حتى كتبوا على أوراق المرجرين وأوراق السجائر، وأي ورقة تقع بأيديهم كانوا يستخدموها كقرطاسية للكتابة. وكانوا يهربون أقلام الرصاص ويكسروا القلم لعدة أجزاء ليسهل تخبئته وتهريبه واستخدامه لنقل المراسلات فيما بينهم وللتعليم وما إلى ذلك. أيضا واجهوا إدارة السجون لتحقيق فرشات يناموا عليها، فقد وضعتهم إدارة السجون في السجون على الأرض يناموا بدون فرشة وبدون غطاء، وبدأوا بالإضراب عن الطعام لتحقيق حقوق فرشة يناموا عليها. ثم وسائل إعلام ليسمعوا إعلام الخارج لتحصيل راديو، وعبر سنوات طويلة وإضرابات شاقة وصلت 40 يوم من الإضراب عن الطعام بشكل جماعي، إضرابات جماعية. وأنا لا أتحدث عن الإضرابات الفردية هنا، وإنما عن الإضرابات الجماعية التي كان يخوضها الأسرى بأعداد كبيرة، وصلت إلى 40 يوم و50 يوم من الإضراب يخوضها آلاف من الأسرى عن الطعام
إضراب عن الطعام يعني لا يتناول الأسير ولا أي شيء يؤكل، ولا حتى السوائل ولا حليب ولا عصير ولا أي شيء، وفقط الماء. وبناء على هذه الإضرابات استطاع الأسرى أن يحققوا الشروط الدنيا من شروط الحياة الإنسانية، منها وسائل النوم مثل الفرش والأغطية، ثم الملابس وما إلى ذلك. ومع السنوات طور الأسرى حياتهم، وعبر سلسلة من الإضرابات واجهوا فيها الإجراءات القمعية لإدارة السجون وطوروا حياتهم، وإلى أن وصلنا إلى اليوم على صراع حول أجهزة التليفون أو أجهزة الهواتف النقالة التي يتم الصراع الآن عليها، ومنذ 10 سنوات، يعني منذ قبل أن نخرج من السجن، والصراع يدور مع مصلحة السجون منذ أن ظهرت الهواتف النقالة. فكما قلت أن الإدارة السجون لم تسلم للأسرى بأي حق من حقوقهم، كانوا محرومين من كل شيء، ولكن بدأ الأسرى بإضرابات عن الطعام لتحصيل هذه الحقوق. وعندما ترفض الإدارة إعطائهم هذا الحق عبر الإضراب عن الطعام، يستخدموا الوسائل غير القانونية حسب قوانين مصلحة السجون مثل التهريب. فهربوا القلم في البداية، وهربوا الورقة، ثم هربوا المذياع أو الراديو ليستطيعوا أن يسمعوا أخبار العالم وما يدور خارج السجون، وهربوا أدوات الطبخ، هربوا مأكولات داخل السجن. كانوا يستغلوا كل الوسائل الممكنة للتهريب ويخترعوا وسائل جديدة، إلى أن وصلنا إلى مرحلة أن مصلحة السجون ترفض، وعبر الإضرابات، حيث أضرب الأسرى عن الطعام عدة إضرابات متتالية، وكان أشهرها إضراب عام 2000، والذي كان المطلب الأساسي فيه هو تحقيق اتصال تليفوني، بحيث كان يمنع كثير من الأسرى بحجج أمنية من زيارة أهلهم، من رؤية أهلهم، وتمضي سنوات طويلة، بعضهم وصل 15 عاما دون أن يرى أحد من أهله. فاضطر الأسرى إلى أن يضربوا عن الطعام في مطالبة لتحصيل حق الاتصال التليفوني عبر إدارة السجن بعائلته. ولكن إدارة السجون أصرت على رفض هذا المطلب وعدم إعطاء الأسرى حقهم بالاتصال بذويهم، حتى في ظل الحالات الإنسانية كحالات المرض، مرض الوالدين الذين لا يستطيعون أن يأتوا للزيارة، والوالدين الذين يمنعوا من الزيارة بذرائع أمنية. في ظل هذا التعنت من إدارة السجون، وفي ظل تطور التكنولوجي وظهور الهواتف النقالة وذات الأحجام الصغيرة تحديدا، لجأ الأسرى إلى الحصول على هذا الحق برغم أنف السجان من خلال تهريب الهواتف النقالة. فبدأ مع عام 2000 تقريبا تهريب، يعني بعد الرفض وبعد انتهاء الإضراب ورفض إدارة السجون لإعطاء الأسرى حقهم في الاتصال، فرض الأسرى هذا الحق رغم أنف السجان من خلال التهريب. وبدأت معركة جديدة بين السجان والأسير حول تهريب والاحتفاظ بهذا التليفون. فاستخدمت إدارة السجون كثير من الوسائل القمعية، منها التفتيش والعقوبات المالية والنقل والعزل للأسرى، كما استخدمت وسائل تكنولوجية مثل وضع أجهزة تشويش، أجهزة عائقة للاتصالات داخل السجون، من الأجهزة المعروفة في كثير من الأماكن في العالم بهدف قطع الاتصالات ومنع الاتصال. استخدمتها في السجون، لكن أيضا استطاع الأسرى التغلب على هذه الأجهزة رغم إضرارها بالصحة ورغم تشويشها للاتصالات، ولكن أيضا بتقنيات خاصة بالأسرى وبنتاج العقليات الفذة لدى الأسرى. حقيقة استطاعوا أن يجتازوا كل هذه الوسائل من قطع الطريق على الاتصالات، واستمروا بالاتصال بذويهم، وهذا أزعج إدارة السجون كثيرا. ورغم أن إدارة السجون يعني وقفت عاجزة أمام هذه الحقيقة، إلا أنها لم تيأس، واستمرت في مواجهة الأسرى وقمعهم ومحاولة قطع هذه الإمكانية للاتصال عليهم. وكانت آخرها القرار وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بوضع أجهزة من نوع جديد تمنع كل أنواع الاتصالات حتى الراديو، يعني وليس فقط الاتصالات الخلوية المتعلقة بأجهزة الهواتف،
وإنما حتى الراديو العادي لا يستطيع أن يبث موجاته أو يلتقط موجات نتيجة هذه الأجهزة. والمشكلة في هذه الأجهزة ليست قوتها في قطع الاتصالات فحسب، وإنما تأثيرها الصحي، وهو المسرطن والثابت لدى مصلحة السجون كما هو لدى الأسرى عبر التقارير الإعلامية التي أذيعت في الإعلام حول هذه النوعية من أجهزة القطع، والتي بشكل قاطع تصيب من يتعرض لها لفترة طويلة بالسرطان، حيث استخدمت في أماكن أخرى، وثبت أن من يتعرض لفترة طويلة لها هذه الأجهزة ولأشعاتها التي تبثها وموجاتها يصاب أو يصبح احتمال إصابته بالسرطان احتمال عالي جدا. وهذا السبب الأساسي الذي دفع الأسرى إلى مواجهة هذه الأجهزة بقوة، ومنع إدارة السجون من تثبيتها في الأقسام، ومواجهة هذا بالقوة حتى لو أدى إلى مواجهات عنيفة يسقط فيها شهداء. وفعلا هذا ما حصل في سجن النقب، حيث سجن كتسعوت، حيث قررت إدارة السجون أن تبدأ بتثبيت هذه الأجهزة واستخدامها في سجن النقب. فقرر الأسرى جميعا في كل السجون مواجهة هذه الأجهزة ورفض تركيبها، وكانت البداية في سجن كتسعوت. بناء على هذا الرفض حاولت إدارة السجون أن تفرض المسألة بالقوة على الأسرى، فحصلت صدامات ومواجهات مع الأسرى في داخل الغرف، ونتيجة هذه الصدامات استخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي للسيطرة على الأسرى ولإجبارهم على الاستسلام، فأطلقت النار عليهم. وقع فيهم عشرات الإصابات، لكن منهم كان على الأقل 4 إصابات خطيرة أصيبت بالرصاص الحي، وتم مصادرة كل ما لديهم من ملابس وأدوات معيشية، ووضعهم في ظروف صعبة جدا داخل السجن. وامتدت هذه المواجهات إلى سجون أخرى، والآن هي في تصاعد تنتقل إلى سجون أخرى، والتصاعد مستمر. انتقلت إلى سجن رمون في النقب أيضا، وأثناء المصادمات حرقت أغراض الأسرى في الزنازين، ثم وضعوا في الزنازين وهي متفحمة وبدون أغراضهم الشخصية. وما زالت المعركة مستمرة، والأسرى يهددون بالإضراب عن الطعام والإضراب عن الماء، لأنهم يقولون بشكل واضح وبشكل صريح: نحن نفضل أن نموت في مواجهة وبالرصاص بشكل سريع أفضل من أن نموت بمرض السرطان. وتأكيد على خطورة مرض السرطان تتحدث إدارة السجون ويتحدث الإعلام الصهيوني عن أن هذه الأجهزة إذا استمر وضعها في القسم أكثر من شهرين تصبح خطيرة، لكن أقل من ذلك الخطورة قليلة. وبالتالي القرار المنشور لدى مصلحة السجون ولدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو وضع هذه الأجهزة وإزالتها في شهر 5 شهر أيار القادم، يعني أن لا تزيد عن 2 شهر من تثبيتها، وذلك منعا أو لتقليل احتمال الإصابة بالسرطان. وبالتالي اعتراف من مصلحة السجون ومن المؤسسة الأمنية للاحتلال بأن هذه الأجهزة مسرطنة وقاتلة، ولكنها تريد أن تجربها رغم ذلك، وبالتالي تتعامل وكأن الأسرى حقل تجارب تستطيع أن تستخدمهم لتجريب هذه الأجهزة ومدى نجاعتها ومدى تأثيرها الصحي. طبعا هذا غير مقبول ومرفوض على الأسرى، وكما واجهوا كل السياسات القمعية لإدارة السجون سابقا سيواجهوها هذه المرة، وهم يعولون على أجسادهم النحيلة وعلى صدورهم العارية، ويعولون على التعاطف والتضامن معهم من شعبهم الفلسطيني خارج السجون، ومن قياداتهم السياسية، ومن المؤسسات الإعلامية، ومن أحرار العالم في جميع أنحاء العالم، أن يقفوا معهم، أن يفضحوا هذه الانتهاكات وهذه الجرائم للكيان الصهيوني، وأن ينصروهم في قضيتهم العادلة ليعيشوا حياة كريمة.